هو اسعار العقارات زادت مره واحده كده ليه يا فندم؟ حد سألك السؤال ده هتعمل ايه؟ طبعا غالبا الحد ده هيكون يا اما ان هو مستأجر يا اما ان هو مشتري، محتمل. طيب ترد تقول له ايه؟ قول لي يا فندم والله مش اسعار العقارات بس، كل حاجه في البلد للاسف اسعارها زادت. لو هو بيتكلم بشكل عام، اما لو بيتكلم على ديستنيشن معينه او حته محدده او كومباوند معين، فانت وضح له لو الكومباوند ده بالمقارنه بالكومباوندز التانيه سعره زاد علشان المميزات 1 2 3. الموضوع سهل بس محتاج تركيز. افهم الاول هو بيتكلم على ايه. قول له طب هو حضرتك قصدك على اسعار العقارات كلها ولا قصدك على العقارات في الكومباوند ده او في حي كذا؟ افترض مثلا حي مصر الجديده، حي مدينه نصر، ايا كان، او نيو زايد. خليه يشوف هو هيقول لك ايه. هيقول لك قول والله هو ممكن يكون عميل محتمل بالنسبه لك بس مش دلوقتي، خلاص. فخلي ردك عليه بشكل احترافي علشان يسجل رقمك، وفي يوم من الايام لما يجي يكلمك يبقى بيكلمك وهو اصلا كان مكلمك من فتره، فبالتالي نسبه اقتناعه بكلامك هتبقى اعلى. فانت اعتبرها صدقه علم، ووضح له يا فندم كل حاجه في البلد سعرها زاد، فطبيعي ان العقارات برضو سعرها هيزيد. وكمان الاستثمار العقاري استثمار امن، ومن اعلى انواع العوائد الامنه في الاستثمارات، فعلشان كده الاقبال عليه بيزيد وسعره بيزيد اكتر من غيره. وبشكل عام الحاجه اللي موجوده بسعر معين الفتره ديت اكيد كمان سنه وكمان سنتين هيزيد العائد ده. انت حضرتك طيب كنت بتدور على ايه؟ وابدا افتح معاه كلام، شوف هو عايز يشتري كاش ولا عايز يشتري تقسيط، وهنا كلمه عن مميزات الكاش ومميزات ان هو يشتري كاش، او في حاله ان هو عايز يشتري تقسيط وضح له مميزات التقسيط. حاول تجذبه ان هو فعلا يحقق الحاجه اللي هو عايزها، حتى لو مش بنفس الدرجه اللي هو عايزها وبنفس المواصفات وبنفس المساحه. ممكن ان هو ياخد ستيب او خطوه، وبعد كده ان شاء الله لما ربنا يرزقه ويجيب ويبقى معاه فلوس احسن يبيع وياخد حاجه اكبر. انما المهم عايزك تفتح معاه كلام، ما تخليش ايه لا يا فندم ما زادش ولا حاجه. ما تقولوش لا، ما تقولوش ايه لا ما زادتش الاسعار ولا حاجه. ليه؟ لا هي فعلا زادت، بس افهم منه هو قصده على العقارات كلها ولا على حاجه معينه، في ظل زي ما احنا متفقين ان احنا عارضين العقارات بسعر مناسب جدا ليها وسعر مميز بالنسبه عليها. لو انت عايز تعرف كل التكنيكس الخاصه بالعقارات، بس التكنيكس المتقدمه اكتر من كده، وطريقه الرد وطريقه ازاي ان انت تجذب العميل ان هو يبقى حابب يتعامل معاك، احنا عاملين دبلومه انا وسيله تعليم واحتراف التسويق العقاري فيها كل ده. دبلومه تشمل كل جوانب التسويق العقاري من البدايه وحتى الاحتراف. تقدر تتواصل معانا، وكمان مدين دعم مدته 3 شهور ان شاء الله تفيدكم. كان معكم احمد ابراهيم، قناه انا وسيط تعليم التسويق العقاري بدعم دبلومه انا وسيط. شكرا.